عملت تسويق كتير للمنتج بتاعي او للشركة بتاعتي والتسويق ده فشل تماما. يا ترى ليه؟ اول حاجة، انت احيانا ما بتكونش عملت تسويق فعلا، انت بتكون عملت ترويج بس او اعلانات، لكن ما اهتمتش ببقية عناصر التسويق. التسويق بيتكون من 4 عناصر اسمهم الفور بيز، عناصر المزيج التسويقي، وهي 4 كلمات بتبدأ بحرف البي. اولهم البرودكت، يعني المنتج. المنتج بتاعك قد يكون منتج غير مناسب للناس اللي انت بتخاطبهم، او منتج ما عليهوش الطلب في الفترة اللي انت منزله فيها، فبالتالي تفشل حتى ولو كنت عملت اعلانات كتير. تاني حاجة هي البرايس، السعر. ممكن تكون منزل منتج رهيب والناس محتاجاه فعلا، ولكن سعره غالي محدش عارف يشتري. تالت حاجة هي البليس، المكان. ممكن تكون فتحت في الصحراء، فتحت في منطقة بعيدة عن عملائك، أو فتحت في مكان زحمة جدا يصعب الوصول ليه، الناس مش عارفة تجيلك. أو لو أنت شغال أونلاين ممكن تكون مشكلتك في إنك مش عارف توصل الأوردرات في مواعيدها، أو مناديب التوصيل بتوعك معاملتهم مش كويسة مع الناس قوي، فبالتالي بتكنسل أوردرات كتير، وهكذا. رابع بي هي البروموشن أو الترويج للمنتج. ساعتها لو انت عملت بقى ال3 بي اللي قبل كده صح، وعملت ترويج والنتائج بتاعته ما كانتش زي اللي انت كنت تتخيله، ساعتها نقدر نقول انت عندك مشكلة في الاعلان. لكن ما تبقاش انت عملت الاعلان بس وسبت ال3 التانيين وتقول انا عملت تسويق والتسويق فشل، لانك اصلا ما كانش عندك تسويق من الاول.